مرحبا بكم مزيوناتي. اليوم في قناه بنيته ماماها. اليوم غادي نكملوا على سلسله تجهيزات رمضان. غادي نعملوا تخزين البرتقال بالمجمد بطريقتي الخاصه، كنتمنى تجربوها وتعجبكم. اول حاجه كناخذوا البرتقال، انا استعملت 4 كيلو. طبعا ممكن تاخذوا الكميه اللي بغيتو، كنغسلوه وكنحطوه في الشبكه حتى كيمشي منه الماء. من بعد كناخذوا النص اي 2 كيلو بالقشور ديالو، كنقطعوه على شكل دوائر كما كتشوفوا في الفيديو باش تبان لنا البذور وتجينا سهله باش نحيدوهم. و2 كيلو الاخرين كنقشروهم عاد كنقطعوهم دوائر ونحيدوا منهم البذور حتى هما. وملي كنبغيو نوضعوهم في البلاستيك الغذائي اولا في العلب حسب كل واحد شنو كيبغي، كناخذوا الكميه اللي غادي نحتاجو في العصير اللي غنعملو، وكناخذوا قد البرتقال اللي بالقشور قد اللي بلا قشور. كنحتفظوا به في المجمد حتى كيوصل الوقت اللي حنا محتاجينه، وكنخرجوه باش نعملوا به عصير ونقدروا نزيدوا عليه الفواكه اللي بغينا. طبعا هذه طريقه سهله خصوصا في الشهر الكريم الشهر الفضيل رمضان، باش نكون عندنا يعني نحتفظوا بالوقت اكثر، يكون عندنا وقت اكثر للعبادات الواجبات الدينيه ديالنا. كنتمنى هذه الطريقه هذه تكون عجبتكم، كنتمنى تجربوها وتكتبوا لي في التعاليق. لاول مره كيشوف القناه ديالي كنتمنى يضغط على زر اشتراك. الا عجبكم لايك. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وكنتمنى تدعموني اكثر. شكرا.